السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا فيديو حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. هو فيديو الاسعار النهارده، وزي ما قلنا كده ان اول الاسبوع ده كله خير كده وباذن الله الناس اللي نفسها تدخل كتاكيت وكانت مستغليه الاسعار ومستنيه ان شاء الله. امبارح كان بداية النزول، وكان النزول حاجة قليلة، لكن النهاردة النزول يفرح بجد. فقبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايك كتير وشجعونا انزل لكم كل جديد. اول حاجة كده، كتكوت الابيض الاهالي النهاردة 11 جنيه حرفيا كده، يعني نزل حوالي 4 جنيه مرة واحدة. 11 جنيه كتكوت. آه كتكوت اهالي. كتكوت اهالي. اما الشركات النهارده بقى، واللي بادئ من 14 جنيه لحد 16 ونص. يعني في 14 جنيه و15 جنيه وفي 16 ونص. ناس هتقولي ده في اسعار عاليه جدا. عايزه اقول لكم الشركات اللي كانت موصله كتكوت 31 و32 النهارده نزلوا له 24 جنيه. ففي نزول قوي جدا في الاسعار. الكتكوته ب 16 جنيه وب 16 ونص حلو زي الفل وشغال كويس جدا. مفيش اي مشاكل. انا شخصيا بنزل منه وبربي وبيبقى زي الفل كمان عندي. ففي نزول في اسعار الكتاكيت زي ما قلت لكم كده. وكتكوت الشركات بادئ من 14 جنيه لحد 16 جنيه ونص. الاغلى من كده ملناش علاقه بيه. اما بالنسبه للكتكوت البلدي المشعر النهارده واللي نزل ل6 جنيه وربع، بلدي حور النهارده 5 جنيه. رز فرز البرابر النهارده 7 جنيه ونص، وبلدي هجين النهارده 8 جنيه ونص. رز فرز ديوك النهارده عامل 10 جنيه. ورزي على وشه النهارده عامل 9 جنيه كمان. سألتونا على الجميزة، عايزينه ينزل. نزل النهارده. كتكوت الجميزة النهارده اللي كان ب 19 جنيه النهارده بقى 16 جنيه. ساسو شفر النهارده 13 جنيه ونص و14 جنيه. وساسو جيل تاني النهارده 11 جنيه النهارده. كتكوت الجيل تاني، اساسه جيل تاني يعني. اما بالنسبه بقى لاسعار الرومي النهارده، الرومي ثابت على 20 جنيه بلدي وبرونزي. اما بالنسبه بقى لاسعار البط، فاسعار البط كمان نزلت نزول حلو النهارده. سعر البط المسكوف الار 41 النهارده 30 جنيه، هو اللي ثابت شويه مش عايز ينزل، مش عارفه ليه. المخلط النهارده عامل البط المسكوف المخلط عامل 25. المولر المحلي النهارده 25 جنيه. نزل اهو من 27 من 35 لحد امبارح كان 27 النهارده 25. فرنساوي بيورو النهارده 18 جنيه. شوروفان النهارده 16 جنيه. وبط بيكيني عدا النهارده 12 جنيه ونص. نزول طبعا قوي اهو زي ما انتم شايفين، وان شاء الله خلال الاسبوع ده كله هينزل. فالناس اللي برضو آه عايزه تنزل يعني ما تستعجلش، هينزل وهيبقى رخيص عن كده بكتير كمان على اخر الاسبوع ان شاء الله. اما بالنسبه بقى لاسعار التنفيذ، فالابيض نزل، يعني الفراخ التسمين نزلت الكيلو امبارح 72 جنيه من المزرعه. المفروض يتباع في المحلات ب 77 او 80 جنيه. وما نزلت المحلات لقيت كله بيبيع 80 جنيه، بس هو المفروض والله 77 يبقى كويس جدا. اما بالنسبه بقى لاسعار الساسو، فكيلو الفراخ الساسو النهارده 108 جنيه تنفيذ، وبتتباع في المحلات ب 115 و120 جنيه. الفراخ البلدي والبلدي الحر والبلدي المشعر النهارده تنفيذ ب 125 جنيه، وبتتباع في المحلات ب 135 جنيه. ودي ثابته بقالها يمكن اسبوعين كده، ما نزلتش عن كده ولا زاد. فان كان على الزياده احنا مش عايزين نزول بقى. كمان بقى اسعار الفيومي والرز النهارده 110 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات برضه ب 120 جنيه. اما بالنسبه للبط بقى، فاسعار البط البلدي تنفيذ النهارده 105 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 110 115 120 جنيه كمان. البط المسكوفي اللي سعره رفع، وتنفيذ النهارده كيلو البط المسكوفي ب 105 زي البلدي، والناس نفذت ب 110 وبيتباع في المحلات ب 120 جنيه. اما البط المولر بقى، وتنفيذ المولر النهارده 85 جنيه، وبيتباع في المحلات ب95 جنيه. البط البكيني او البط الفرنساوي زي ما بتسموه عندكم، التنفيذ النهارده 75 جنيه للكيلو، وبيتباع في المحلات ب85 جنيه. اما عن اسعار الارنب النهارده، وتنفيذ الارنب كيلو الارنب 90 جنيه ثابت بقاله فتره، وبيتباع في المحلات ب95 جنيه. جوز الحمام النهارده البلدي بيبدأ من 60 جنيه لحد 90 جنيه. اما عن كيلو الفراخ، عن كيلو الرومي الاسود، وفي ثبات واستقرار برضو بقاله فتره. كيلو الرومي الاسود تنفيذ 100 جنيه الكيلو، وبيتباع في المحلات ب 110 و115. كيلو الرومي الابيض النهارده 90 جنيه، وبيتباع في المحلات ب 100 جنيه الكيلو.
اما عن اسعار البيض بقى، وسعر طبق البيض البلدي اللي زاد ورفع ب100 بيتباع للمستهلك ب120 و125 جنيه طبق البيض البلدي. اما طبق البيض الاحمر النهارده تنفيذ 103 جنيه للطبق من المزرعه، وبيتباع في المحلات ب110 و115 جنيه. طبق البيض الابيض النهارده اللي نزل ل95 جنيه من ارض المزرعه، وبيتباع للمستهلك ب105. اما عن اسعار الاعلاف، والله ما في حاجه نزلت لحد دلوقتي، ادعوا لنا ودعواتكم كده ان يتم افراجات، لان قالوا تم افراجات فعلا عن خامات العلف، لكن ما فيش نزول. بالعكس، كان اخر حاجه من 3 ايام كده بعض مصانع العلف رفعت من 300 ل 500 جنيه في الطن، فربنا يعدلها وخامات العلف تبدا تنزل او